السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات عالم الندوي المتنوع. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم كاطو كلاصي بمكونات اللي هي بسيطه وبطريقه اللي هي سهله جدا. تقدري تحضريه واخا تكوني عمرك ما صوتي الكاطو نهائيا. ان شاء الله يا ربي نتمنى انه يعجبكم وتفرحوا فيه وليداتكم ان شاء الله، وتشاركوه مع الاهل ديالكم. كيف ما غادي نشوفوا راه جد اقتصادي وجد بسيط. فخليكم معنا نشوفوا المقادير ديالو والطريقه ديال التحضير. غادي نحتاج بالنسبه لاجينواز غادي نحتاج 4 ديال البيضات. انا البيض عندي هنايا راه الحجم الكبير، الا كان الحجم صغير ديروا 5. على حساب انا من بعد غادي نوريكم يعني اللاطه اللي غادي نطيب فيها هاد لاجينواز هادي. اذا كانت عندكم لاطه صغيره فدائما كديروا المقادير على حساب اللاطه اللي تتكون عندكم. بالنسبه للتنسيم انا ضفت كيس ديال سكر فانيلا وقبيصه ديال الملحه باش نعدلوا الذوق. بالنسبه لاجينواز فالقاعده كتقول ان كل بيضه كتمشي معها 30 غرام ديال السكر وكذلك 30 غرام ديال الدقيق. بالنسبه الكميه ديال سكر حبيبات اللي غادي نستعمل انا هي 120 غرام. وبالنسبه للدقيق انا هنايا ما غاديش نستعمل 120 غرام، غادي نستعمل تقريبا 140 غرام. غتقول لي علاش خرقتي القاعده؟ علاش؟ لانني البيض ملي عبرته ما لقيتش فيه 30 غرام. كاين البيضه اللي كتكون فيها 32، كاين اللي كتكون فيها 40 غرام، فيها عفوا 34 غرام، يعني البيض كيكون ما متساويش. وهذا الشيء علاش انا ضفت يعني واحد الملعقه كبيره لهذيك 120 غرام ديال الدقيق. بالنسبه للبيكين باودر خميره ديال الحلويات انا ضفت ملعقه صغيره ممسوحه. البيض كيف ما شفتوا راني خفقته يعني حتى تحول اللون الابيض وتضاعف الحجم ديالو، يعني مخفوق شي شويه ماشي بزاف، ولكن مهم خفقته حتى تضاعف الحجم ديالو مزيان. وعاد كنضيف هاد 140 غرام ديال الدقيق غنضيفها تقريبا على 4 ديال الدفعات، وكنبقى نحرك من الاسفل نحو الاعلى. انا كيف ما شفتوا راه ما كنتبعش ديك القاعده ديال اننا كنفصلوا الابيض ديال البيض على الصفار وكنخدموا كل واحد بوحدو. وغادي نشوفوا كيف ما شفتوا في الاول راني وريتكم يعني لاجينواز كيفاش جات. الصراحه جات ناجحه جدا وجات جد صراحه جد متميزه. انا ملي نبقى نشكر لكم واحد الحاجه فعرفوها ان فعلا راها ناجحه. وبالنسبه للطريقه ديال الخبز ديال هاد لاجينواز او الطياب ديالها، انا كنطيبها على فرن يكون سخون 180 درجه من الاعلى ومن الاسفل ومخدمه المروحه. هاد اللاطه اللي استعملت راه فيها 36 سنتيم على 30 سنتيم، يعني ديال الفرن راها شويه كبيره. وبالنسبه للورقه ديال الخبز ضروري انكم تدهنوها بالزبده او الزيت، حيت هاد لاجينواز راها كتلصق، ضروري تدهنوها وكتوزعوا الخليط يعني بطريقه متساويه. وضروري خاصو يعني توزعوا، وانا غادي نوريكم كيفاش تقادوه باش ما يجيكم فيه لا فقاعات لا حتى شي حاجه، يجي متساوي. ان كتبقاو تهزوا هاد اللاطه هذه وكتبقاو تضربوها مع سطح العمل بهذا الشكل هذا. ضربوها يعني بالجهد باش ملي كطيب كتجيكم لاجينواز بحال هذا الشكل هذا، ما كيجيوش فيها نهائيا دوك الفقاعات، ما كتجيش يعني بلاصه طيبه وبلاصه خضراء، كتجي كلها متساويه. شوفوا معايا انا غادي نوريكم كيفاش كتجي. صراحه كتجي زوينه بزاف وجات كلها مساويه، ما فيهاش بلاصه غليظه وبلاصه رقيقه، وحتى الجوانب ديالها يعني ما جوش محروقين اولا محمرين. فانا ما غنقص منها حتى شي حاجه، غنستعملها كلها لان كلها رطبه وكلها يعني ما فيهاش شي حاجه اللي غادي نزولها. شوفوا الجوانب كيفاش دايرين، السمك ديالهم متساوي. صراحه راها ناجحه هاد لاجينواز هادي. نتوما كنتو يعني غادي تخليوها واحد الفتره، حاولوا داك سطح هذاك الورق اللي وضعتها انا عليه ديروا فيه شويه ديال السكر كلاصي باش هكا ما تلصق لكمش، لان بعد ما كتخليوها راه هذاك الوجه ديالها كيلتصق بهذيك الورقه. وغادي نوضعها على جنب ونمر باش نحضر الكريمه.
بالنسبه للكريمه، انا هنايا على حسب الحجم اللي عندي ديال هاد الكاطو هذا استعملت 3 ديال الكيسان ديال الكريمه السائله. غادي نخفقهم. انا كيف ما قلت لكم اللاطه اللي استعملت 36 على 30 سنتيم، يعني ملي غادي نقسمها هاد لاجينواز غادي نقسمها على 3، يعني غندير 3 ديال الطبقات، فكتجيني تقريبا 12 سنتيم في كل وحده من ديال لاجينواز، غتجيني فيها يعني كل طبقه 36 12 سنتيم. الكريمه ديالي غادي نوضعها في الثلاجه بعد ما خفقتها، وغادي نمر باش نحضر الطبقه المقرمشه ولا الطبقه المقرمشه. خديت تقريبا 100 غرام ديال الشوكولاط اسود، ذوبتها في حمام مائي، وضفت ليها ملعقه كبيره ونصف ديال طحانيني. انا شريته جاهز، هذه تقريبا 10 دراهم. هذه هي الكميه اللي فيها ملعقه كبيره ونصف، درتها كلها. وبالنسبه الفويتين راه درت 3 ديال المعلقات كبار عامرين، حيت هاد الطبقه هذه ما كتبغيش يعني تجي سميكه، لان الشوكولاط كيقصح وملي كتبغيو تقطعوها كتعذبكم. لاجينواز كنسقيوها انا بالنسبه لهاد السيرو اللي سقيتها به درت كاس ديال الماء، وضفت ليه كاس الى ربع ديال السكر، وذوبتهم مزيان، ونسمت سكر فانيلا. بالنسبه لكم نتوما ديروا يعني تقدروا تسقيوها بالحليب، تقدروا تسقيو بالماء يعني وديروا فيه نسكافيه، تقدروا ديروا اي حاجه كتفضلوها ولا اي نكهه كتفضلوها. انا بقيت دائما محتفظه على النكهه ديال الفانيلا، داكشي علاش نسمت بالفاني. وهذه الطبقه اللي قلت لكم يعني الطبقه المقرمشه ولا الطبقه المقرمشه، ضروري انها تكون يعني رقيقه بزاف، ما تكونش غليظه. من بعد ما قاديتها كنوضع فوق منها طبقه ديال الكريمه. انا كيف ما شفتوا راه كنمونطيها بدون يعني هذا بدون قالب بدون اي حاجه، ما عندي ما استعملت حتى شي حاجه من داكشي باش حتى شي واحد ما يبقى عنده شي عذر يقول لك لا راه ما عنديش هذا باش نخدم ولا شي حاجه. فكيف ما كتشوفوا راه ساهله، كنبقاو غير نقادو الكريمه. راني وضعت الطبقه الثانيه حتى هي، كنبقى دائما نغطي الكاطو ديالي بالكريمه. واخر طبقه دائما فيما كنوضعوا اي طبقه كنسقيوها، ضروري اننا نسقيوها مزيان، واخا لاجينواز عندنا رطبه ولكن ضروري اننا نسقيوها. صافي كنغلفها بالكريمه كنقاد. تقدروا تقادوا ليها، تقادوا غير بمعلقه، تقدروا تستعملوا سباتولا، تستعملوا اي حاجه تقدروا تخدموا بها خدموا بها، ماشي بالضروره حتى يكون عندنا كلشي اللوازم عاد نحضروها. فكيف ما كتعرفوا يعني راس العام قريب، والوليدات ضروري اننا نبغي نفرحوهم ولو بشي حاجه بسيطه، وكل شيء راكم شفتوا كل شيء ولا غالي، فكنتمنوا والله يعني يسر الامور للجميع. صافي لاجينواز ديالي اولا الكاطو ديالي دخلته المجمد، وكنحضر دابا الكلاصاج. بالنسبه للكلاصاج انا درت 2 ديال الوريقات ديال الجيلاتين، درتهم في ماء بارد، وغادي ناخذ كاس ديال الكريمه السائله غادي نغليها مزيان، وكنضيف ليها واحد 100 غرام ديال الشوكولاط ابيض. كنحرك الكل، ضروري اننا نحركوهم باش يذوب ليا هذاك الشوكولاط. كنجيب داك الجيلاتين ضروري خصني نصفيه من الماء مزيان، هكا حاولوا يعني تعصروا بيديكم وضيفوه لهذا الخليط هذا. هذا الكلاصاج راه كيجي زوين بزاف صراحه، كيجي ناجح، ما كتجي فيه لا حبيبات لا حتى شي حاجه. بالنسبه للون انا غادي ندير اللون الاحمر، نتوما ديروا اي لون كتفضلوه. انا درت واحد الكميه ساعه ما كفاتنيش، راني زدت عاود لون احمر. كنطحن هذا الخليط هذا. ملي تبغيو طحنوه ما تحاولوش تهزوا يعني يدكم الفوق باش هكا ما تدخلش لكم كميه ديال الهواء ويجيكم فقاعات في الكلاصاج ديالكم. صافي راه صفيتو وضعته على جنب، صفيتو 2 ديال المرات. الكاطو ديالي ولا لونطرومي ديالي ها هو مجمد يعني مكلاصي مزيان. تقدروا نتوما ديروا غير واحد
زلافه ولا جبانيه وتوضعوا عليها الكاطو ديالكم صافي. وكتجيبوا الكلاصاج وكتغطيو الوجه ديال هاد الكاطو هذا. شوفوا معايا الكلاصاج راه لامع الصراحه، كلاصاج زوين بزاف. وكيف ما شفتوا راه الطريقه ديال التحضير ديالو راه ساهله. صافي غنستمر بنفس الطريقه حتى نكلاصي الكاطو ديالي ونخليه في المجمد واحد تقريبا ربع ساعه. بعد ما خرجته كنحاول نزينه. انا هنا راه كنت بالنسبه للجيب ديال الحلواني راه كنت خدامه به قبل ما نبدا نخدم به، راه طرطق ليا. يعني كنت غادي نزين بشكل واحد اخر، ولكن زينت غير بشكل عشوائي لان كنت غير محاوله معاه. يعني خرجات ليا الكريمه من الجناب وداك الشيء. المهم ولكن راني نقدت الموقف في الاخير وكملت بهذا الزين هذا. وهذا هو الكاطو ديالنا كيف ما شفتوا راه بسيط والشكل ديالو زوين، وحتى المقادير راها اقتصاديه جدا. وعلاش لا ما نحضروش ونفرحوا به وليداتنا ونشاركوه حتى مع الاهل والاصدقاء ديالنا. شوفوا معايا من الداخل كيفاش كيجي، صراحه كيجي زوين بزاف والطبقات كيجيو باينين. كيكون هذا هو الاقتراح ديالنا ديال هذا النهار هذا. نتمنى انه يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم وتجربوا في البيوت ديالكم، تحضروا لوليداتكم. شكرا لكم والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.